سوق الحياة مع طير السحر. رسمة في معنى كلمة. العصفور. من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. العصفور يبني عشه قش قشا وهو يدرك أن الحياة باقية والأمل طويل. العصفور يقف على الغصن وثقته في أجنحته وليس في الغصن. وأنت يا بشر تأمل، عندما تنتف ريش العصفور فأنت لا تسرق أجنحته فقط بل تسلبه سماء حرة كاملة. فتعلم عندما تؤذي أخاك الإنسان ماذا يحدث له. واعلم يا سيدي أنه ليس هناك سلطة تمنع الخيول من سهيلها وتمنع العصفور أن يكتشف الآفاق، فالعمل وحده من يربح السباق وليس الكلام. والعصفور لا يبني عشه في القفص حتى لا يورث ابنه العبودية. والعصفور حياته كلها صمت إلا الزقزقة. وأنت يا سيدي البشر تعلم أن الاحترام له 10 أجزاء، 9 منها في الصمت والعاشرة إجلالك لصغار العقول. ولا تكن كالمجهر يضخم التفاصيل الصغيرة ويكشف مواطن القبح. بل كن كالمرآة تعكس ما أمامها بحيادية، واجعل قلبك كالعصفور يهبط في المكان الذي يشعر فيه بالأمان. والطيور لها شيئان: الثقة بالخالق وحسن التوكل. والنسر إن حط على القمة ووجد الغراب تيقن أنها ليست هي القمة. الإهداء لمن عرف الجمال في الطيور ورافق الأطفال في براءتهم وسكن الكون وحده بثقته. جعل من البساطة لباسا ومن القناعة كنزا. اشترك في قناة لحظات طير السحر على اليوتيوب وفعل الجرس.